الأمير نواف بن سعد حديث آخر عن الكابتن دياز مدرب الفريق الهلالي وعن اللاعب الاتفاقي الكابتن محمد كنو. نتابع. تعمل على تفكيرين تفكير مراحل الحسم اللي احنا فيها الآن، هذا تفكير، وتفكير أيضا بالنسبة للموسم القادم. سيتم إن شاء الله خلال الأيام القادمة اجتماع مع المدرب يعطينا تقرير كامل عن الوضع في السنة الحالية إن شاء الله، ما يأمله للموسم القادم. لا أي لاعب لم يدخل ال6 شهور لا أستطيع الحديث عنه. محمد الشلهوب سبق أني ذكرت في قريب يعني من أسبوع أو 10 أيام أن محمد الشلهوب وياسر القحطاني هم بمثابة أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال ويملكون قرار إذا إن شاء الله هم قادرين ويحتاجهم الجهاز الفني. بالعكس أنا وجود محمد الشلهوب وياسر القحطاني في نادي الهلال ترى له أثر كبير، ليس فقط داخل الملعب، له أثر كبير في غرفة الملابس، له أثر كبير بين اللاعبين. فالحقيقة ومع ذلك حتى فنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يفرقون مع الفريق. فما أبغى الحديث يعني بالذات محمد الشلهوب وياسر القحطاني ما أبغى أتكلم عن عقودهم أمام وسائل الإعلام. ما أكدت ولا نفي، أقول لك محمد كنو يبدو لم يدخل ال6 شهور، فكيف أؤكد أو أنفي؟ لا يعني هذا تحايل على القانون من سؤالك، فما يعني تبي تورطني؟ ماني متورط إن شاء الله. طبعا الجهاز الفني سبق أيضا أني جاوبت، هو يملك يعني عنده عقد أفضلية التجديد لنادي الهلال، وحتى الآن الحقيقة المدرب يقوم بعمل كبير مقتنعين فيه، رغم أنه لم يعد الفريق، لم يختار اللاعبين، ولكنه اختار فقط لاعب في الفترة الشتوية اللي هو عمر، بعد ما عرض عليه كذا اسم اختاره. ولكن ما يعمله المدرب الآن والجهاز المساعد معه عمل الحقيقة يشكر عليه ويغرينا طبعا لتكملة العقد معه، لأنه زي ما قلت لك عقده سنتين، عقده سنة مع أفضلية التجديد لنادي الهلال للسنة القادمة. إذا احنا أخطرناه في شهر 5 أنه هو مستمر، بإذن الله هو مستمر ما لم يجد جديد. يعني بالنسبة لي أنا إن شاء الله يعني طالما سواء بقيت أو رحلت، أنا متأكد أنه في نادي الهلال من سيأتي. يعني الحمد لله رجال الهلال كثير، أعضاء شرف الهلال كثير قادرين أنهم يمشون مع بنادي الهلال مع دعم أعضاء الشرف لهم. فالحمد لله يعني نادي الهلال لن يتوقف على رئيس معين أو غيره. في تصريح سابق سمو الامير ذكرت انه ملعب النادي الرئيسي سيتم طرحه كمنافسه، هل جديد في هذا الموضوع؟ لا يزال الحقيقه، لا يزال، لانه خصوصا مع عمليه هذا يمكن كان قبل الخصخصه او قرار الخصخصه ذكر الكلام، بعد قرار الخصخصه تغير الوضع الان، ملكيه الانديه وخلافه، فيكون فيها شوي تفكير اعتقد من قبل اي احد يبغى يوقع عقد كملعب، لانه مع الخصخصه قد يكون في ملاعب جديده. فهذه أكيد أنه أي أحد كان يفكر فيها شوي يمكن يتردد بقبول، أو ممكن في يوم أو يومين، صحيح كثير كلمونا عن الموضوع، ولكن يبدأ مسألة تفاهمات والأشياء الرسمية لم تتم حتى الآن. شكرا يا أخوان، شكرا.